هنتكلم النهاردة عن اللي شايفينها قدامكم في الصورة دي، ودي تبقى منى رفعت اللي اتعرفت قضيتها بعروسة بني مزار بالمنيا. وقضيتها كانت في 14/5/2024، وماتت بقى يا جماعة وتم قتلها بطريقة بشعة جدا على ايد أسوأ زوجين. منى عندها 25 سنة، معروفة بأدبها وبأخلاقها في وسط المكان اللي هي عايشة فيه، في القرية اللي عايشة فيها. كل الناس شهدت بأدب وبأخلاق منى. منى كانت حافظة القرآن الكريم، والدتها بتحفظ القرآن الكريم، ووالدها بقى توفى، كان بيشتغل شيخ في الأزهر في المعهد الأزهري. منى كان عندها 4 اخوات بنات واخ واحد عنده 12 سنة، وكانت بتشتغل محصلة في شركة من شركات التمويل اسمها شركة مشروعي. يوم بقى 14/5/2024 منى قابلت واحدة صاحبتها اسمها مريم في الموقف حوالي الساعة 12، وبعد كده بعد ما سلمت عليها راحت لفرع البنك اللي موجود في بني مزار. طبعا هي من بني مزار في قرية هناك. راحت لفرع البنك هناك هي وواحدة صاحبتها اسمها هاجر بتشتغل برضو محصلة معاها، وكانت في البنك حوالي الساعة 1. فطبعا قاعدة هي وهاجر زميلتها مستنيين الدور عشان يعملوا إيداع بالفلوس اللي معاهم. فرن عليها واحد عليه فلوس يعني لشركة مشروعي، طبعا يعني عليه اقساط متأخرة. فرن عليها قال لها تعالي خدي مني القسط يا منى، انا واقف قدام البنك يعني. قالت له ماشي. كانت طبعا متفقين قبل كده ان هي هتبقى في البنك، وقال لها طب انا هحاول يعني اجيلك عند البنك وادفع لك القسط. المهم منى سابت هاجر وقالت لها ان هي راحت تحصل من واحد بره البنك، وهتيجي على طول مش هتتأخر عشان تلحق دورها وما تتأخرش عليه يعني. هاجر قالت لها ماشي. طلعت منى بعد كده، بعد ما طلعت عشان تحصل من الراجل ده، منى اختفت. طبعا الكلام ده كان حوالي الساعة 1. الساعة جت 1:30 ومنى ما دخلتش تاني لهاجر البنك. فهاجر قلقت عليها فقالت ترن عليها. فبترن عليها قالت لها ايوه يا منى انت اتأخرت ليه؟ لقت واحدة تانية بترد وبتقول لها ايوه انا شوية وهاجي. قالت لها انت مين؟ انت مش منى. قالت لها اه انا مش منى، بس انا خدت منى كده معايا مشوار عشان اديلها الفلوس، وكام دقيقة كده ومنى هتلاقيها عندك. وبعد كده موبايل منى اتقفل. منى بتخلص شغلها وبتروح لبيت اهلها حوالي الساعة 3. الساعة جت 3 ومنى ما رجعتش البيت. والدتها طبعا قلقت عليها جدا. في اليوم ده اصلا منى كانت صايمة يعني، كان يوم تلات. والدتها طبعا قعدت تستنى بنتها تيجي ما جاتش. قعدت ترن عليها كتير، لقت موبايلها مقفول، وبدأت تكلم خالها وعمها وولاد خالها وولاد عمها وولاد خال وعمة منى يعني. كلمت الكل عشان تقول لهم ان منى مش موجودة ويدوروا معاها على منى. الكلام ده كان الساعة 5 يعني. فطبعا اللي طلع يدور في المستشفيات واللي راح يبلغ اسم الشرطة، لان منى مش من عادتها ان هي تتأخر يعني، ومنى معروفة بالالتزام ومعروفة في وسط الناس كلها بأخلاقها الكويسة والكل شهد لها بكده. فاللي راح يبلغ في اسم الشرطة، الشرطة قالت له يعتبر مش تغيب يعني اتأخرت ساعتين نعمل محضر، لا هنستنى حتى يعدي 24 ساعة. وبدأ خبر تغيب منى وان منى اتأخرت عن رجوعها البيت ينتشر في القرية كلها. فبدأت القرية كلها تدور على منى في كل مكان، بس برضو مش لاقيين منى لحد الساعة 12 بالليل. موبايل منى حد رن منه على والدة منى الساعة 12 بالليل بالظبط. فبسرعة ردت على أساس بنتها منى يعني، عشان تتفاجئ إن مش منى هي اللي بترد عليها، دي واحدة تانية وبتقول لها إن منى معايا وإن أنا هرجع لك منى بعد شوية، بس ما تبلغيش الشرطة وما تعرفيش حد يعني، وبعد شوية يعني كام ساعة كده هتلاقي منى عندك. فطبعا القلق زاد اكتر في القرية كلها على منى. فبعد المكالمة دي اللي ما بين والدة منى وبين المتصل من موبايل منى يعني الست اللي كلمتها، الكل بدأ يرن على موبايل منى عشان يعرفوا مين الست دي، بس الموبايل اتقفل تاني. وطبعا القرية كلها مستمرة في التدوير على منى. تاني يوم بقى يتفاجئوا ان على الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعت منى صورة منى اتغيرت، واتحط صورة واحد من المنيا، محطوط صورة بطاقته. واحد ده منين؟ من المنيا. فطبعا اهل منى اتحركوا بسرعة على الشخص ده وقالوا له فين منى؟ انت واخدها ووديتها فين؟ قال لهم انا معرفش حاجة اصلا عن منى. مين منى دي؟ قالوا له منى اللي بتشتغل محصلة في شركة مشروع. قال لهم انا معرفهاش، ده انا ابن عمتي
خد مني صورة بطاقتي علشان قال لي هبعتها لواحدة تعمل لنا بيها كارد يعني في الشركة دي. بس انا منة دي ما اعرفهاش خالص يعني. وطبعا قعدوا يحاولوا يقرروه كتير، بس فعلا هو ما كانش يعرف مين منة اصلا دي. وفضل البحث مستمر على منة لمدة 6 أيام. بعد ال6 أيام دول بقى إيه اللي حصل؟ يتفاجئ أهل القرية وهم رايحين يدفنوا حد عادي يعني عندهم في بني مزار. يتفاجئوا الناس يا جماعة اللي رايحين يدفنوا الميت في بني مزار إن في مقبرة هناك في المقابر عندهم لسه ما كملوش بناها يعني. لقوا فيها جثة، بس الجثة دي محروقة، مفيش أي ملامح ليها باينة خالص غير الكوتشي هو الوحيد اللي سليم. فيعملوا ايه طبعا؟ فبلغوا الشرطة. بس طبعا في الوقت ده كانت اهل القرية بيدوروا على مين؟ بيدوروا على منة. فالكل قال ان ممكن دي تكون منة. راح مين بسرعة عشان يشوف طبعا الجثة المحروقة دي؟ راح خالها عرف ان هي منة من الكوتش بتاعها. بس طبعا دي جثة محروقة متفحمة مش باين لها اي ملامح. فالشرطة طبعا لما جت خدت الجثة وودتها الطب الشرعي. فعشان طبعا الشرطة تأكد ان الجثة دي منة يعني اكيد مش من الكوتش بس، طلبوا تحليل البصمة الوراثية لحد من اخواتها. فراح اخوها اللي عنده 12 سنة وخدوا منه عينة وطبقوها مع عينة من الجثة دي، وفعلا طلعت ان الجثة دي هي منة. فبدأت بقى الشرطة تكثف البحث عن منة، ويحققوا مع جيران منة ومع أهل القرية كلهم ومع صحاب منة علشان يعرفوا إن آخر واحدة كانت معاها كانت هاجر. وهاجر طبعا قالت للشرطة إن أنا كنت معاها واتصلت بيها بالتليفون حوالي الساعة 1:30، بس واحدة تانية اللي ردت عليا وقالت لي كام دقيقة ومنة هتبقى عندك، بس منة لحد دلوقتي ما ظهرتش. طب مين اللي ردت عليكي في التليفون؟ معرفتيش صوتها؟ معرفتيش تعرفها على حد؟ هاجر قالت لهم لا معرفش هي مين وما تعرفتش على صوتها ولا اعرف عنها اي حاجه. حتى منى لما خرجت ما قالت ليش هي خارجه عشان تحصل من الشخص ده اسمه ايه، ما سالتهاش يعني، فبكده هي ما قالت ليش. وطبعا بالتحقيق مع اهل منى قالوا ان منى كانت لسه مخطوبه من اسبوع قبل اختفائها. يعني منى اختفت يوم 14/5 اللي هو كان يوم 3، قبلها باسبوع كانت لسه مخطوبه لواحد عندهم من القريه. يعني هي عارفاه بس هو مش عارفاه كانوا بيحبوا بعض او حاجه، لا هو معروف في القريه عندهم يعني من عندهم في القريه، وعشان هي قريه فكل الناس عارفه بعضها. وهو اصلا مسافر في السعوديه، اهله راحوا اتقدموا لها وبعد كده خطبوها يعني. فمنى طبعا زي ما انتم شايفين في الصور متصوره وهي مبسوطه بالشبكه بتاعتها. وكانت لابسه ايه بقى في اليوم ده؟ كانت لابسه الدبله والخاتم والحلق. فالجثه اللي الشرطه لقيتها متفحمه مش موجود في ايديها ولا خاتم ولا دبله ولا في ودنها حلق. فبداوا يشكوا ان دي ممكن تكون قضيه خطف يعني بهدف السرقه. فبدات الشرطه تدور في محلات الذهب وتسال في محلات الذهب الموجوده عندهم في القريه، لحد ما لقوا واحد عنده فعلا الدبله والخاتم والحلق اللي منى كانت لابساهم. فبداوا بقى يحققوا مع صاحب محل الذهب ده ويعرفوا منه التفاصيل ويعرفوا منه مين اللي جاب له الدبله والخاتم والحلق ده، لحد ما عرفوا تفاصيله كويس. وكمان كان في كاميرات في المحل وعرفوا من الكاميرات دي شكله يعني. وبداوا يكثفوا البحث طبعا لحد ما لقوه هو ومراته. وعملوا ايه بقى يا جماعه في منى؟ الشخص ده فعلا كان عارف ان منى راح البنك وقتها، بس طبعا كان عشمان يعني اللي يكون في الشنطه مع منى مثلا فلوس كتيره او حاجه، او الشيكات بتاعته اللي كاتبها للشركه يعني. بس طبعا منى ما كانش معاها حاجه من دي. منى كان معاها الذهب اللي هي لابساه وكانت فلوس بسيطه جدا في شنطتها خاصه بيها هي يعني. فعرف ان منى في البنك فقال لها طب انا هاجي ادفع لك القسط وانت تقابليني يعني. قالت له ماشي. فمنى طلعت له وهو كان واقف هو ومراته، خدروا منى وخدوها معاهم. وبعد كده طلعوا بيها على المقابر عشان عارفين ان مش هيبقى فيه حد فيها يعني. راحوا هناك عند مقبرة فاضية وجابوا طوبة بلوك كبيرة وخبطوا منها على دماغها لحد ما دماغها تقريبا اتقسمت نصين. وبعد كده قعدوا يضربوا بالطوبة دي على صدر منها لحد ما برضو، ده طبعا تقرير الطب الشرعي يعني هو اللي قال كده، ان مضروبة على دماغها وبعد كده على صدرها. وبعد كده بقى بدأوا يشوهوا
الشخص ده بدأ يشوه في وش منة عشان ما يبانش لها اي ملامح ومحدش يعرفها. وبعد كده جاب جيركن تينر ودلقه على جثة منة، كانت ماتت طبعا، وحرقها. فطبعا اللي فضل سليم في جثة منة هو الكوتش بتاعها. وطبعا دي قضية بشعة جدا وفظيعة. بنت زي العسل زي ما انتم شايفينها كده في الصورة، الله يرحمها طبعا، يعني حافظة القرآن الكريم، ملتزمة جدا. اليوم اللي قتلوها فيه كانت صايمة فيه، يعني مفيش أحسن من كده يعني. وبالرغم من كده قتلوها عشان ياخدوا منها الدبلة والخاتم والحلق، وكان عشمان ان يبقى معاها فلوس كتيرة يعني. والمتهم بقى بعد ما تم القبض عليه هو ومراته قال ايه؟ قال ان هو خدها عشان يسرق منها الحاجات دي علشان خاطر يسد الديون اللي عليه يعني في الشركة، عشان كان عليه اقساط متأخرة وعايز يسدها. واللي كانت بتكلم والدة منة في التليفون واللي ردت على التليفون على هاجر صاحبة منة هي مراته اللي خدت التليفون بتاع منة وقعدت تتكلم منه يعني. وطبعا حطوا صورة البطاقة على الفيسبوك بتاع منة ليه؟ علشان خاطر يتوهوا يعني على أهل منة ان اللي قتل منة او خطف منة او منة اتغيبت بسببه يعني هو الشخص ده، عشان يتوهوهم يعني ومحدش يعرف يوصل لهم. وقال ان هو قتلها، يعني ممكن كان سرق اللي معاها وسابها تمشي. قال لا، انا كان لازم اقتلها عشان هي عارفاني وعارفه انا مين، وهو اصلا الشخص ده من بني مزار. وطبعا يعني بالمعلومات يعني اللي قدرت اجمعها على الموضوع ده، ان هو اصلا واحد كل شويه يتجوز واحده ويطلقها، يتجوز واحده ويطلقها، ومديون وعليه فلوس لناس كتير. مش موضوع شركة مشروعي بس، لا، هو مديون وعليه فلوس لناس كتير. وعرف طبعا عشان هو من بني مزار، من عندهم من القرية، عارف ان منة لسه مخطوبة ولابسة الذهب بتاعها وفرحانة بيه يعني، فطمع في الذهب اللي معاها وقال يقتلها ويخلص منها. فهنقول ايه عليه هو ومراته الشيطانة ده؟ 2 شياطين فعلا مجتمعين مع بعض يعني. فهقول ايه عليهم يعني غير ان هم زوج وزوجة احقر ما يكون. وغير كده هنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الاثنين، والله يرحم منا. وطبعا عشان الموضوع ده يعني، وقضية منا اصلا كانت في 14/5/2024، يعني لسه من شهر مثلا يعني. ومش قضية منا، لا، ده هو اختفاء منا كان في 14/5، فلسه ما فيش حكم على المتهم هو وزوجته. بس طبعا الكل يتمنى بالحكم بالإعدام عليه هو ومراته، عشان هم بصراحة يستاهلوا. وطبعا قضية منا بقت قضية رأي عام بسرعة جدا في مصر، علشان خاطر الموتة البشعة اللي ماتت بها منا. يعني محدش قدر يتعرف عليها غير من الكوتش بتاعها لأنها متفحمة. وما تنسوش طبعا تقولوا لي رأيكم في القصة دي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة كلام موزون.